عليكم السلام أستاذنا. حياك الله حبيبي، تفضل. الله يحييك أستاذ، أنا عندي سؤال خارج تفضل بس ارفع صوت محور شوي. الحديث. أنا عندي سؤال خارج محور الحديث. والله احنا مش عايزين نغير الموضوع، بس يلا هات السؤال. أثبت لي يا أستاذ أن التربة هي بدعة. طيب انت شيعي؟ أي نعم. لو اثبتت لك ان التربة بدعة، تترك التشيع؟ أي. طيب حياك الله، اسمك ايه؟ محمد. حياك الله يا محمد. طيب ان شاء الله ساثبت الله لك يا محمد. يحييك. ساثبت لك، وتواصل معي برضو ان شاء الله يا محمد. ماشي إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا محمد. ضيفنا الشيعي من الكويت محمد بيقول لي اثبت لي ان التربة بدعة، اثبت لي يا رامي عيسى ان التربة ديت بدعة. اقول لك يا محمد، من الائمة الاثني عشر فعل هذه التربة هكذا، مدورة كده، وفعلها هكذا بهذه الطريقة وتأخذوها معكم. والله اتصل علي شخص احد الاخوة اللي يعملون، اسأل يا محمد شيعة العراق، قول لهم ايه الحسينيه اللي بيتعمل فيها التربه. الحسينيه دي مش حسينيه، نهر من طين عندهم، بيخشوا يجيبوا الطين وبيقسموه وبيعملوه من نهر، والله ما جايه من قبر الحسيني ولا حاجه. والنهر دوت عندهم بينزلوا يجيبوا منه الطمي، الطين هذا، ويسووا منه التربه، وبعد ما يسووا منه التربه ياخذوها ويبيعونها في الكويت. يعني يا محمد هذه والله جاءتني من الكويت، وهذه ايضا جاءتني من الكويت يا محمد، والله يبيعوها بقى في بنيد الجارد وهنا وهنا وفي البحرين، وتطلع تباع في كربلاء والنجف وما شابه ذلك. التربه دي يا محمد لم يقوم احد من الائمه بصناعه هذه التربه هكذا والسجود عليها، فلم يسجد عليها علي رضي الله عنه. يا اخ محمد اسال ان يشرح صدرك يا رب. ما فيش سيدنا علي ما جاش وقام عامل التربه دي وسجد عليها كده. ما فيش الامام الحسن او الحسين او البكر او الجواد او الرضا او الهادي جاب بعد روايات المكذوبه ان كان الامام بياخدها في كيسه مع زي شيء معاه كده ويطلعها ويسكت عليها وما شابه ذلك. ما فيش روايه لا عندنا ولا عندكم لا صحيحه ولا ضعيفه ان احد من الائمه عملها كده. امال مين اللي عملها كده؟ اللي عملها كده يا محمد عالم شيعي اسمه القرقي. هذه تسمى التربه المطبوخه، التربه المطبوخه. فالعالم الشيعي القرقي دوت يا محمد سوى هذه التربه هكذا، وصار الشيعة على هذا النهج. لكن بالله عليك يا محمد، قبر الامام علي، قبر الامام الحسين، يعني مثلا قد دراعي ده، قول يا عم مره كمان، قول قد هذا الحجم مره مرتين ثلاثه كمان، هيطلع اطنان من التراب كل شهر. كل شهر يخرج اطنان واطنان من التراب. بالله عليك هيجيبوها من ضريح الحسين رضي الله عنه؟ فهذه من اكبر الاكاذيب عياذا بالله، هذه البدعه التي لم يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرني في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. آيات كثيرة في إطاعة الله وإطاعة الرسول. وأولي الأمر طاعتهم مقيدة، لأن لو تنازعنا نرجع نرده إلى الله أو إلى الرسول. فأولي الأمر ليسوا الأئمة الاثني عشر، ولو قلت هم يبقوا مش معصومين لأن ممكن نختلف معهم. فمن من النبي اللي أنا مأمور بطاعته صلى الله عليه وسلم لم يسجد على هذه التربة ولم يفعل هذه البدع بهذه التربه؟ وياتي ومن مثلا ده الفلي بيقول لك اللي يمسك سبحه الحسين هكذا، دي السبحه الكربلائيه هذه المعموله برضو من بحر من الحسينيه اللي هو النهر ده. لو انت جبت التربه ديت وسبحت بيها، مسكتها بس كده، يعني طول ما انت قاعد تعمل بس كده، بيقول لك هي بتسبح لوحدها وانت بتاخذ الاجر. وعرضت لكم الفيديو ده قبل كده لشهيد العتابي وللفلي على ما اذكر. هي بتسبح لوحديها وهي في يدك، تسبح واحده هكذا وهي بتسبح واحدة وانت بتأخذ الأجر. بالله عليك هل هذا يعقل يا أخ محمد؟ أسأل أن يهديك يا محمد وأن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد، وإن شاء الله نتشرف باتصالك في أي وقت يا محمد إن شاء الله.